السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نبدأ الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد، وعلى بركة الله نبدأ. حسام حسن ألف تصريحات عن الغائبين عن منتخب مصر بداعي الإصابات، وذكر رمضان صبحي اللي مصاب من فترة كبيرة وما بيشاركش حتى مع فريقه، وإمام عاشور والشناوي وغيرهم. لكن ما جابش اسم محمد صلاح، وده الغريب في تصريحاته، وده معناه ان محمد صلاح خارج حسابات العميد. وده اللي كل الجماهير المصرية بتقوله في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، بس في حاجة محدش واخد باله منها. ايه بقى يا عم احمد؟ هقول لك دلوقتي. هو ان حسام حسن له وجهة نظر كمدرب للمنتخب، ومفيش حد يقدر يحكم على حسام دلوقتي ولا يقيمه. ومش معنى كلامي ان صلاح ما يستحقش يكون في المنتخب، بالعكس، محمد صلاح اسطوره من اساطير كره القدم، وعمل تاريخ صعب على اي لاعب مصري يعمله، مش عاوز اقول كمان في مصر وافريقيا كلها. لكن انا برجو من الناس تسيب حسام حسن يشتغل، وبعد كده نقدر كلنا ننتقده ونقول انه مش مدرب، ده في حالة فشله. حسن شحاتة في عز ما كان ميدو كان مكسر الدنيا في اوروبا، لكن حسن شحاتة كان بيغيره لو ما بيأديش في الملعب، ومعظم لعيبة المنتخب كانوا محليين. وقتها أندية افريقيا كانت مرعبة، وتقريبا كنا اضعف منتخب برضه بالنسبة للقارة كلها. فيا ريت نسيب حسام حسن يشتغل، واكيد هو مش عاوز يفشل ولا يضحي بالنجاح لنفسه قصاد انه ما ياخدش محمد صلاح. مفيش عقل بيقول كده ابدا. وكون انه حسام حسن بيكره صلاح او بيحبه دي قصه مش بتاعتنا احنا، دي حاجه شخصيه ما بينهم، لكن المهم ما يكونش على حساب منتخب مصر. صلاح مش اكبر من منتخب مصر، ده شيء مفروغ منه، بس كمان صلاح هو اعظم محترف في تاريخ كره القدم المصريه. مش عايز اقف عند ارقام صلاح مع ليفربول رغم انها اعجازيه، بس هقف عند ارقام صلاح مع المنتخب. صلاح تواجد في تشكيل افريقيا 2017 و2021، وقاد المنتخب للوصول لنهائي البطولتين. قاد صلاح مصر للوصول لكأس العالم في روسيا 2018، وكان هداف التصفيات، وسجل هدفين الصعود في شباك الكونغو، وسجل هدفين في كأس العالم، وهو الهداف التاريخي لمصر في تصفيات افريقيا وتصفيات كاس العالم، وتاني هداف للمنتخب على مر تاريخه بعد حسام حسن، ده فيما يخص منتخب مصر. روح بقى لصانع السعادة للجماهير المصرية، النادي الأهلي صاحب ال11 دوري أبطال إفريقيا. بعثة النادي الأهلي غادرت صباح أمس من القاهرة إلى تنزانيا لملاقاة سيمبا في ربع نهائي دور الأبطال، المباراة اللي هتقام غدا إن شاء الله. لكن الأهلي الحقيقة في موقف لا يحسد عليه بالنسبة للاعيبة الدولية. كولر سمح للاعيبة النادي الأهلي الدوليين إنهم يتسحروا مع أسرهم قبل السفر إلى تنزانيا. بصراحة الله يكون في عون اللعيبة دي بسبب الإجهاد الشديد من ضغط المباريات سواء مع المنتخب أو مع النادي الأهلي. لكن إن شاء الله لعيبة النادي الأهلي على قدر المسؤولية، ويرجعوا بالفوز إن شاء الله، ونضع قدم بمشيئة الله في الأدوار القادمة. لكن يا ترى هل كولر هيستعين بكل اللعيبة الدوليين ولا هيريح البعض منهم نظرا للإجهاد اللي عندهم؟ نروح لإصابات النادي الأهلي وهيرجعوا إمتى إن شاء الله. من الصعب عودة إمام عاشور قبل شهر ونصف على الأقل، ومحمد الشناوي بيواصل التأهيل في ألمانيا ومنتظر عودته ما بين شهر ونص إلى شهرين. ديانج واسر إبراهيم مش أقل من 5 أسابيع، وسام أبو علي 50-50 من عودته في مباراة العودة أمام سيمبا. ربنا يرجعهم بالسلامة. لو عجبك الفيديو اشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد، وادعي لإخواتنا في فلسطين ان ربنا يثبتهم وينصرهم على اعدائهم، ويزلزل الارض من تحت اقدام اليهود. اللهم امين، اللهم امين، اللهم امين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.